ده مش فيديو سيت اب جديد، ده جنون حرفيا وقصه كامله. جهز كوبايه الشاي والفشار واوعى تجري دقيقه واحده من الفيديو انا شايفه، واستمتع. بيني وبينك المفروض الفيديو ده كان يتعمل من زمان قوي. ازاي شخص مجنون زي ما ياخدش الخطوه دي من زمان؟ خطوه هتنقل القناه لمستوى تاني خالص، من حيث التصوير، من حيث المونتاج، ومن حيث تطور الفيديو. عايزك تسمي الله معايا لان دي هتبقى بدايه سلسله هنتكلم فيها ازاي احول السيت اب بتاعي من الشكل ده لحاجه تانيه خالص من الفضاء حرفيا. متاكد ان السلسله دي هتكون مفيده جدا ليكم، ومتاكد كمان ان انتوا هتاخدوا حاجات من السيت اب بتاعي وتعملوها عندكم. متاكد انك تعمل لايك للفيديو وتعمل سبسكرايب للقناه مره تشوفني، ويلا بينا نبدا. خلينا اكلمك في البدايه كده ليه انا ممكن اعمل سيت اب. طب انا عندي السيت اب بتاعي، ترابيزه، مايكات، في كنبه هنا كمان مش عارف انت شايفينها ولا لا، اضاءات بصور بيها. طب ما انا عامل كل حاجه، انا ليه محتاج اعمل سيت اب جديد؟ خلينا افهمك وجهه نظري قبل اي حاجه. السيت اب ده من قبل ما نوصل 100000 على اليوتيوب، ودلوقتي احنا الحمد لله 300000 مشترك، وبقيه السوشيال ميديا الحمد لله وصلنا مليون متابع. ده رقم كبير جدا الصراحه، يستحق مني ان انا اتعب جدا على الكونتنت بتاعي، واتعب جدا في المونتاج، واتعب جدا في التصوير. زي ما انا جبت كاميرا كده، كان ناقص الصراحه حاجتين اساسيين. اول حاجه ان انا اطور من الاستوديو عندي، واللي حرفيا غيرنا فيه كتير جدا من ساعه اول مره عملناه لحد دلوقتي. بيني وبينك كان حاسس ان انا مش مستغل الاوضه عندي كويس، وهفهمك وجهه نظري دلوقتي. اول حاجه هو الجنب ده، والجنب ده انا عامله ستاره وعامله فيه ليد من تحت، شكله حلو جدا مش كده؟ خليني اصدمك صدمه وحشه انا عمري في حياتي ما وريتها لك. بص كده لما باجي اشيل الستاره دي، شباك شكله وحش جدا، مش قادر استغله في التصوير ولا قادر اعمل اي حاجه. وفي الناحيه الثانيه في مرايه ملهاش اي 60 لازمه برده، كانت موجوده في الاوضه زمان. زائد كمان السلوك اللي انا عاملها تحت والدنيا اللي انا مبهدلها. ده حرفيا اول جنب من الاربع جوانب من الاوضه. خليني بقى اوريك السقف. سحابه عجبتكم كلكم الحمد لله، بس اكيد الحلو ما بيكملش، لان انا ما عرفتش اكمل السحابه لحد الاخر. الموضوع هيبقى مكلف جدا، زائد كمان ان السحابه بتوقع فايبر عليا. فالسحابه شايفها الصراحه مش حاجه عمليه قوي، هي حاجه شكل اكتر ما هي عمليه. زائد كمان ان اللون بتاعها بدا يسود، ودي حاجه ما عجبتنيش قوي الصراحه. كفايه عليا لحد كده، دي بقى لها سنتين. تاني حاجه نتكلم عنها هي الفيو ده. كنت بحب اصور فيه كتير الصراحه، بس للاسف ما بقاش احسن حاجه دلوقتي. كل شويه ادهن الحيطه دي وتبوظ تاني، تعبت منها والله العظيم. ما هو بيني وبينك الرطوبه عندنا عاليه شويه في اسكندريه. نسيت اكلمك عن اكتر حاجه بستخدمها وفعلا ما بقتش عارف اوصل لاعلى من كده فيها. خليني اقول لك الامكانيات بتاعه التجميع دلوقتي، عشان في فجأة قويه جدا هنعملها في السلسله ان شاء الله. التجميعه بتيجي بمعالج رايزن 5 3600، كارت شاشه جي تي اكس 1660 سوبر، النسخه الجيجا بايت ال2 فان، بمذر بورد بي 450 اورس اليت، ودي مذر بورد جميله جدا الصراحه برشحها لاي حد. تيجي باربع مداخل رام، شاري 216 جيجا بتردد 3200، حاطط ليكويد كولر ومراوح من فوق ومروحه من ورا من شركه انتك، جايب له باور سبلاي من جيجا بايت 550 واط. تجميعه حلوه جدا تشغلك اي لعبه وتشغلك اي برنامج مونتاج. بس الكلام ده كان حلو لحد ما اشترينا الكاميرا. كاميرا مستعده تصور لك 4K بيت ريت بيوصل 100000. فتجميعه زي دي ما بقتش قادره ان هي تمنتج 4K، الصراحه حقها يعني الموضوع بقى صعب. عشان كده هنحل الموضوع ده في الاخر ان شاء الله. واخيرا وليس اخيرا، الشاشات اللي عندي، في شاشه منهم هنطلعها جيف واي ان شاء الله، والشاشه الثانيه خلاص بقى صغيره يا جماعه، انا عايز شاشه كبيره. فبكل المقاييس السيت اب ده محتاج اعاده تاهيل ان شاء الله. بعد ما نخلص السيت اب ده مفيش حته في الاستوديو كله مش هنقدر ما نصورش فيها. متاكد انكم بتسالوا سؤال صغير، ليه انا ما بصورش في الفيو ده اللي هو بتاع الكنبه؟ كنت عامله حلو قوي، ليه ما بصورش فيه؟ بسبب ان انا مش لاقي ديكورات يا جماعه احطها. الديكورات غاليه جدا، في نفس الوقت السلاح ده ممكن يديني مخالفه، بيعتبروها حاجه مخالفه وممكن يقفل لي اصلا الاكونت. خلينا نداري دلوقتي. عشان كده يا جماعه الفيو ده بيكون صعب جدا في التصوير، لازم نعمل اعاده تاهيل للسيت اب بتاعنا ان شاء الله. طيب يا جماعه، انا لسه قافل دلوقتي مع الصنايعي، المفروض ان هو ياجلنا كمان يوم. المفروض ان احنا كنا نبدا شغل يوم السبت، هنضطر ان احنا ناجل لحد يوم الاحد. ربنا يستر، دي بدايه مش مبشره، انا مش متفائل خالص، بس لا مفيش حاجه هتوقفنا ان شاء الله. العلبه دي فيها اقيم المنتجات اللي عندي، وهي منتجات يو جرين بتاع اللي كنا اشتريناها وبتساعدنا على النوم. نشيلها هنا برضو بجد. علبه الكاميرا واللينس والضمان، الساعتين دول حط كل حاجه في العلب وارجع لكم تاني. دي الكرتونه اللي فيها الحاجه المهمه، ودي كرتونه الجيف اويز. عايز اقول لكم البوكس ده فيه كل حاجه القيمه. الجيف اويز المهمه الصراحه اللي انا لسه ما عملتهاش، هي جيف اوي عباره عن سماعتين وماوس. المفروض ان احنا بقى نحطهم هنا كده لحد ما نبدا نعمل الجيف اوي ان شاء الله. تقريبا كده يا عبد الرحمن كل حاجه جاهزه. يلا بينا يا شباب نشيل الدروع بتاعتنا كده بتاع ادوبي اللي فيك طبعا، والدروع دي اللي مش فيك. طب يا جماعه دلوقتي دي اخر حاجه هنشيلها من الاستوديو. زي ما انتم شايفين كده الاستوديو احنا شيلنا كل حاجه تقريبا. اي حد عامل استوديو او حاجه لازم تشغله بحاجات كتير عشان خاطر ما يبقاش فيه صوت اللي انتوا سامعينه. تعالوا نعمل شيت داون. بسم الله، بقالي سنتين ونص تقريبا ما عملتش الحركه دي، فيعني الموضوع متعب نفسيا بس مش مشكله. زي ما انتم عارفين يا جماعه، فانا كنت رابط الكمبيوتر بالليد اللي محطوط ورا هنا، فهضطر ان انا افك الكمبيوتر عشان خاطر افك منه الليد. كلمتين يا جماعه اقولهم من قلبي، لان ده اخر مره هشوف فيها الاستوديو بالشكل ده. الاستوديو بجد تعب معايا قوي، انا استخدمت كل زاويه في الاستوديو وطلعت منها احسن حاجات. عملت حاجات كتير قوي في الاستوديو، فاتمنى ان شاء الله ان الاستوديو الجديد يعجبكم. وده بقى شكل الاوضه يا جماعه، وعدنا من حيث اتينا. فك دول. شايفين البهدله؟ هنتبهدل والله العظيم في النقاشه بتاعتها.
بقى الستاره والسحابه. زي ما شايفين كده ده شكل الحيطه اللي انا كنت مخبيها بالستاره دي. بصوا كده، ده كل ده هيتقفل، يعني مش هيبقى فيه شباك اصلا ولا هيبقى فيه المرايه دي. هي دي المرايه يا جماعه، وده انا هاي. زي ما انتم شايفين كده كل الحاجات دي هتتشال ان شاء الله. ورجعنا تاني للسيت اب القديم من حيث اتينا. فاكرين يا جماعه السيت اب ده الاولاني خالص لما كنا بنطلع ستريمات على الفيسبوك والحاجات الحلوه بتاعت زمان دي؟ ان شاء الله اسبوع من دلوقتي واكون خلصت وطلعنا السيت اب الجديد. فعايزكم تعودوا الفتره الصغيره دي على الشكل القديم ده، والواحد ما ينساش اصله برضه. الموضوع ما كانش بسيط خالص يا جماعه. قبل ما اوريكم السيت اب كله حته حته لازم اكلمكم عن المعاناه اللي انا واجهتها. عايزك تعمل لايك للفيديو وتقول لي في الكومنتات لو انت وصلت لحد هنا، وتعالوا بينا نبدا مع بعض. اللي انتوا شايفينه ورا ده مش سيت اب، ده جنون حرفيا. كل حته في السيت اب احنا تعبنا فيها جدا، وكلمه احنا دي لان فعلا بهدلت كل اصحابي معايا. مفيش واحد فيهم ما حطش اللمسه بتاعته في السيت اب. كنت عايز السيت اب بتاعي يكون فيه مشاهد كتير جدا وفي نفس الوقت يكون متناسق، وان انا اعمل حاجه مختلفه ما حدش عملها قبل كده. الموضوع ما كانش سهل. اول حاجه عملتها بعد ما طلعت كل حاجه من السيت اب القديم ان انا بدات اشيل السحابه اللي كانت عاجباكم واحط بدالها حاجه مجنونه هتعرفوها بعد شويه. الموضوع الصراحه كان محزن بالنسبه لي لان الناس كتير جدا كانت عاجباها السحابه، بس صدقني انت هتنبهر بعد شويه ان شاء الله. بعد كده الراجل بتاع الجبسن بورد جه لان فعلا كان عندي مشاكل كتير جدا في الحيط. لو تفتكروا في السيت اب القديم انا كنت عامل ستاره عندي، الستاره دي كانت مداريه بلاوي كتير جدا، كانت مداريه سلوك، كانت مداريه مرايه، كانت مداريه الشباك. انا كنت حاططها الصراحه عشان اهرب من الواقع المرير ان الحيطه دي عندي ما ينفعش يتحط فيها حاجه. عايز اقول لكم بقى ان الحيطه اللي ورايا دي هي الحيطه اللي ما كانش ينفع يتحط فيها اي حاجه، والله العظيم زي ما بقول لك كده. خليت بتاع الجبسن بورد يقفل لي كل حاجه، شباك، مرايه، سلوك، اي حاجه ما بقتش موجوده حرفيا، بقت حيطه وبس. على راي قصه عملت حيطه على الحيطه، مش ده جنون ولا ايه؟ عشان مش حابب اطول الجزء الصناعيه ده فخلينا اشرح لك بقى الموضوع بسرعه جدا. جبت بتاع الجبسن بورد عشان يعمل لي حيطه ويعمل لي جزء كمان في الحيطه اللي في وشها. الجزء ده عباره عن مثلث كده هتفهموا ايه لازمته بعد كده. خليته برضه يعمل لي السقف لان السقف ده هيبقى من اهم حاجات عندي في السيت اب، هيتركب عليه حاجه غريبه جدا بعد شويه. اراهنك انك عمرك ما شفت حاجه زي كده خالص. انا عارف ان انا بشوقكم بس فعلا الموضوع يستحق. لما تجيب صنايعي اتاكد ان سعره حلو رقم واحد لان اكتر من شخص اداني سعر مختلف، ورقم اتنين اتاكد ان هو فاهم ايه اللي هيتعمل بالظبط، لان في حاجات كتير قوي كانت هتبوظ لو انا ما كنتش فهمتهم ايه اللي انا هعمله. يعني انا مثلا ما كنتش حابب اعمل لمبه عاديه في النص كده زي اي اوضه، لا انا عايز امشي ليد يمين وليد شمال هم اللي ينوروا لي الاستوديو كله لما احب استخدمه. وده خلى سمك العلبه اللي في السقف من الحيطه بدل ما هو 15 سم 20 سم عشان في مجرى هيتحط فيها الليد اللي انا هنور بيه السقف. خلي بالك بقى عشان الحيطه اللي ورايا دي انا عملت فيها حاجات مجنونه. اول حاجه الجبسن بورد ده هو عباره عن ماده خفيفه قوي، هو مش طوب او حاجه، فانت مش هتعرف تدق او تعلق اي حاجه تقيله فيه الا لو بتاع الجبسن بورد ممشي لك حاجات معدن كده ورا. فانت لو هتعلق شاشه او هتمشي ليد زي انا عامل ورا كده لازم تقول له الليد هيمشي هنا بالظبط، هو يبدا يحط لك حاجات معدن ورا عشان خاطر يمشي عليها الليد بعد كده. مخليه لك عامل الحته دي كلها كده بالصوت بحيث ان انا لو حبيت ادق اي حاجه او اعلق شاشه او ستاند ما يحصلش اي مشكله في الجبسن بورد. اخر حاجه بقى في الجبسن بورد هو بوكس غريب جدا انا عامله هنا. ميزه البوكس ده مهمه قوي يا جماعه، احط فيه اي حاجه شكلها بيبقى قبيح لما بتتحط في السيت، عشان كده انتوا شايفين شكل السيت اب مهندم وما فيهوش اي حاجه. بعد ما خلصت الجبسن بورد بقى كان لازم اعمل الكهرباء بتاعه الاوضه، وده اكبر بند واهم بند حرفيا هتشوف في حياتك. بصوا 5000 جنيه تقريبا حاجه الكهرباء بس، ده لسه الحاجه المبدئيه، لسه ما نعرفش بقيه الحاجات اللي هيحتاجوها تبقى عامله ازاي. خير ان شاء الله. حاجه الليد بروفايل يا جماعه. بص انا تك ريفيور مش بتاع ملوخيه، يعني لازم الكهرباء عندي ما يكونش فيها مشكله. الجهاز اللي ورايا ده تقريبا داخل في 100,000 جنيه، فما ينفعش ان يحصل مشكله في الكهرباء اصلا. فركز معايا قوي عشان هقول لك انا عملت ايه بالظبط. رقم واحد انا شلت كهرباء الاوضه كلها والسلوك بتاعتها القديم، واخدت كهرباء من لوحه البيت من تحت على الاوضه بتاعتي دايركت، يعني الاوضه بتاعتي مالهاش علاقه بالفيلا كلها. عملت لوحه بره الاوضه من هنا بتتحكم لي في كل حاجه هنا، وبتتحكم لي في التكييف، وبتتحكم لي في السطح من بره كل حاجه. مشيت في كل حته حوالي 8 براز كهرباء او 8 اماكن للفيش، يعني ده عشان خاطر كميه الليدات اللي انتوا شايفينها دي وكميه الحاجات الكهربائيه اللي انا بستخدمها. ما كانش عندي استعداد في السيت اب الجديد ان انا اوصل حاجه بالكهرباء واجي ابعد شويه الاقيها بعيده عن الفيشه مثلا او حاجه، فما كنتش مستعد ان يحصل حاجه زي دي. عشان كده قررت ان انا اعمل اكتر من 50 فيشه كهرباء في الحيط. ركز معايا بقى عشان انا عملت كام حاجه غريبه كده في الكهرباء، فخليني اقولهم لك بسرعه. اول حاجه بين كل فيشتين حطيت كوبس كهرباء، الكوبس ده عشان خاطر يفصل الفيشتين او يشغلهم، بدل ما افضل افصل الفيشه من الكهرباء واركبها تاني كل شويه الموضوع كان بيقرف. لا هو كوبس في النص بيفصل لي او بيشغل لي الفيشتين اللي جنب بعض. تاني حاجه عملتها ان انا خليت الكهرباء يعمل لي 3 وصلات كهرباء فوق. هتسالني ليه 3 وصلات كهرباء في السقف؟ هقول لك بعد شويه، بس استنى بس حبه صغيرين قد كده. عايز اقول لك بقى مع الكهربائي جت احلى واجمل حاجه انا عملتها في السيت اب كله، وبجد انا منبهر بيها قوي. انا مش عارف انتوا شايفينه ولا لا، بس اللي ورايا ده هو عباره عن الفضاء ذات نفسه.
عايز اقول لك ان فكره ان انا اتخلى عن السحابه الموضوع ما كانش سهل خالص يا جماعه، لان ناس كتير قوي كانت حباها وناس كتير قوي كانت زعلانه اصلا من السيت اب الجديد عشان خاطر انا اشيل السحابه. فانا كان الحل المنطقي الوحيد ان انا اعمل سحابه اكبر وبشكل احسن. بس ايه السؤال ايه القرف اللي انت هتعمله ده؟ قال لي ازاي تعمل نفس السحابه اللي انت كنت عاملها؟ انت عايز تبوظ الدنيا ولا ايه؟ احنا عايزين نعمل لك حاجه بروفيشنال. بعت لي ناس هم الوحيدين في مصر تقريبا اللي بيعملوا السقف بالشكل ده، حاجه اسمها 3 دي مضيء او سقف مضيء. ده بيبقى عباره عن بانر بيرسم لك الرسمه اللي انت عايزها بالظبط، وليد قوي جدا بكل الالوان اللي انت عايزها حرفيا عشان خاطر ينور لك السحابه بالشكل اللي انت بتدور عليه. الجنون ما وصلش لحد هنا، بل في جهاز هو اللي بيعمل لك النجوم الصغيره دي. خليني اوريه لكم كده بالراحه. عايزكم تبصوا كده يا جماعه على السقف. بص شكل النجوم بقت عامله ازاي. حرفيا كل النقط دي هي عباره عن ليدات صغيره فايبرز كده، بيفضل ان هو يخرم البانر بيهم عشان خاطر يبان بالشكل ده. الموضوع مجنون يا جماعه واخد منهم وقت كتير جدا. واخر حاجه بقى هي الشوب المجنونه اللي انتم شايفينها دي. ما ينفعش سما يا جماعه من غير شوب، عيب والله العظيم. لما بيجي يعمل لك ال 3 دي المضيء ده بيسالك كذا سؤال. اول حاجه انت عايز الشكل يكون عامل ازاي؟ تاني حاجه انت عايز شوب ولا لا؟ وعايز الجهاز اللي في النص ده اللي بيعمل لك فايبرز ولا لا؟ انا لبست الباكج كلها. يلا انا عايز اعمل سقف مجنون الصراحه. هو كلفني كتير جدا والتكلفه كان مبالغ فيها، ولكن الصراحه انا حاسس انها تستحق. عايزك تقول لي رايك برضه في الكومنتات. عملته عشان اعوضكم عن السحابه الصراحه، وانتوا عارفين ان احنا بنحب نصور حاجات كتير قوي في السقف. فالسقف بتاع طاهر لازم يكون حاجه مجنونه جدا وما اتعملتش قبل كده عند اي حد. ما اظنش ان في حاجه بقى من الكهرباء الا حاجه واحده بس دي هسيبها لكم بعد شويه لانها مهمه قوي يا جماعه وتستحق انها تبقى لوحدها. للناس اللي هتسالني انت ممكن تعمل ايه بالسقف، دي حاجه صغيره جدا ممكن اعملها بالسقف. انت متخيل ان انا دلوقتي في الفضاء؟ الموضوع مجنون يا جماعه مش كده؟ في جنون تانية كتير يعني، بس يعني ايه دي حته صغيره ايه عشان بس حبيت افهمك السقف ده ايه لازمته. خلينا بقى نخش بعد كده على الدهانات بتاعت الحيطه. هو ده المفروض لا هيبقى لا لا ثانية ايه ده مين الحمار اللي كان شغال هنا؟ يا عم ما بدأناش شغل لسه. طيب يا جماعه يلا بينا نبدا مع بعض. يوم هناك ده كوماندو. ماله يا عم بص اول حاجة بنعملها بندخل بتاعتي جوه نبدأ نجيبها كده عشان خاطر ما تسرحش. كان اسمها ايه؟ تسيرش ليك صنايع شاطر اللي تعرف المصطلحات يعني. انا بعلمك كده حاجه من المستقبل. تشتغل بيها من الصبح كله؟ لا حول ولا قوة. كلها مخفوفه. منك لا منك لا اللي عملت لي دماغي. ايه يا ابني جاي؟ ايه يا حبيبي؟ انا حاسس ان زودت في الحته دي شويه، قول لي رايك كده. في ايه يا ابني؟ مالك؟ انت ايه ده يا اسطى؟ ايه يا ابني؟ انت كنت بتحلب بقرة هنا؟ ايه يا اسطى ده يا اسطى؟ والله ما عارف يا اسطى. ايه المنظر ده؟ يا عم البتاع بايظ يعني الدنيا هنا حلوه قوي. تعالى بس نبدا هنا بالعكس. لان دي حاجه نفسيه كده. انا واحد بعمل سيت اب جديد فمعلش انا عامله طول عمري اسود، اخليه اسود برضه. فين التغيير يا جماعه؟ لازم يكون فيه لون مختلف تماما بواجهه جديده بشكل جديد بكل حاجه. فعايزكم برضه تقولوا لي في الكومنتات ايه رايكم في اللون ده، واقول لكم انا ليه اخترت اللون ده بالتحديد. لما كنت قاعد عند اسو في الاستوديو لقيته بيقول لي حاجتين حلوين قوي، هم بالنسبه له كانوا عيب بس بالنسبه لي كانوا ميزه حلوه قوي. قال لي لو اضاءتك كتير فابعد عن الالوان الفاتحه قوي، لان الحيطه حرفيا هيفرش فيها اللون ده بغباء، انما اللون الاسود بيمتص الضوء. فانا شخص بيحب البهرجه من طبعي. انا كنت عايز اعمل اصلا الاستوديو بتاعي كباريه، فزي ما انتم شايفين كده حرفيا هي الحيطه دي كلها لون واحد، بس في لون اصفر من هنا فمخليها اصفر شويه، في لون اخضر من هنا فمخليها اخضر شويه، وهكذا. فالسيت اب بتاعي اقدر اغير لونه زي ما انا عايز بان انا اغير بس لون الليدات. فانت لو بتحب الالوان الكتير والبهرجه زي خليك في الالوان الفاتحه، اما لو بتحب قوي الالوان الغامقه زي اسو فانت هتتنفخ في الليدات حرفيا. يعني بسم الله ما شاء الله يا جماعه عامل ليدات غريبه قوي عنده وعامل حاجات غريبه عشان خاطر بقى ايه يعني يضحي ويعمل اللون الاسود. بس انا الصراحه لا، انا اخترت ان انا خليني في الابيض السهل ده. تاني حاجه اسو قالها لي ودي برده ميزه بالنسبه لي، قال لي خلي بالك اقل اضاءه اساسيه انت هتستخدمها في السيت اب الجديد هتنور لك وشك وهتنور لك الاستوديو بغباء طالما هو استوديو فاتح. حرفيا انا كنت بشغل الكاميرا دي بايزو 800، دلوقتي الايزو بتاعي 100 وانتوا شايفيني بالشكل ده. انا يا جماعه كنت ببقى مضلم جدا في ايزو 600. باختصار شديد كده عشان الناس اللي هتسال ايه الايزو اصلا، الايزو هو عباره عن كميه الاضاءه اللي بتكون في المشهد، فكل ما اعليه كل ما الاضاءه هتبقى اعلى المفروض، وكل ما وشي والمشهد هيبقى منور اكتر. فدي حاجه حلوه قوي الصراحه. فانا عشان كده جبت مجدي الكوماندو صاحبي هو اللي عمل لي النقاشه بتاعت الاستوديو كله. مجدي يا جماعه من صحابي المقربين قوي واللي قرر ان هو يعمل لي النقاشه دي بنفسه. قلت له انا عايز اللون اللي بيسموه سن الفيل ده بس افتح شويه، هحاول احط لكم اقرب درجه لون هنا، اعمل سكرين شوت ووريها للنقاش عندك وهو يعمل لك زيها بالظبط. ما حبيتش ان اعملها كمبيوتر لانها مش محتاجه كمبيوتر اصلا، فما حدش يتفزلك يعني لان الكمبيوتر غالي. خلي بالك، عايز اقول لكم ان انا قررت ان انا اعمل معاه النقاشه بنفسي والموضوع ما كانش سهل خالص يا جماعه. كنت حابب كل حاجه في السيت اب ادخل نفسي فيها بحيث ان انا احس بالمشقه اللي اتعمل بيها السيت اب وفي نفس الوقت كمان ابقى فهمت كل حاجه. عشان كده تلاقوني فاهم كل حاجه تقريبا في الاستوديو. جماعه بجد الموضوع مش سهل خالص في النقاشه، وبالذات ان الحيطه كان فيها حاجات كتير قوي المفروض تتعالج بعد ما الكهرباء يكسر كتير. انا قلت لكم انا عامل الكهرباء من الصفر تاني، معجون بقى ووش سيلر، حاجات كانت بتسطلني حرفيا. فبجد ربنا يكون في عون الناس اللي عايشه بقى وحياتها كلها في الحاجات دي. بجد والله بدون مبالغه انا مجدي تعب جدا معايا، جبته 3 أو 4 ايام اتنفخ معايا في الاستوديو. فعايز الناس كلها يا جماعه تشكر مجدي في الكومنتات على وقفته الحلوه معايا.
الخرا مين اللي عمل الخرا؟ مش عارف مين اللي عمل هذا؟ مش عارف ايه لون الزبالة ده والفينش الزبالة والسقف الزبالة؟ لا الشغل ده يتحد ويتعمل مرة جديد. كمان اسبوع ربنا حوالي. انا بفكر اخلي اللون ده رصاصي واخلي ده رصاصي. ايه رايك؟ معرفش انت انت لا انا ماليش دعوه بالالوان، فكره الالوان دي رايح ليه؟ بعد النقاشه جبت عبد الفتاح العبد صاحبي برضه وصانع محتوى عشان خاطر يمشي لي كل الليدات اللي في الحته دي وفي السقف، وكمان نعمل التشارجنج ستيشن اللي هتشوفوها بعد شويه. عايز اقول لكم يا جماعه بجد انا حابب اشكر العبد استوديو على الخصومات الجامده جدا اللي عملوها لي على الليدات، لان انا استهلكت ليدات كتير قوي في الاستوديو، وعلى الحاجات المجنونه اللي انتوا هتشوفوها بعد شويه ان شاء الله لما اوريكم السيت اب ككل. قبل ما اخدكم بقى جوله في الاستوديو كده، خليني اقول لك ان ما ينفعش يبقى في استوديو من غير ارضيه حلوه. الارضيه عندي كانت سيراميك، والصراحه سيراميك دي حاجه مش بريميوم كده. كان قدامي حل من اتنين، يعمل باركيه على الاقل ب 4000 جنيه، وفي حاجات اغلى من كده بكتير قوي، والحل التاني ان انا اعمل الارضيه المجنونه اللي اسو بيسميها ماوس باد الارض. ماوس باد الارض دي هو عباره عن موكيت، الموكيت بيكون خفيف شويه باي لون انت عايزه حرفيا. انا اخترت اللون الرصاصي لان انا شايفه اكتر حاجه مناسبه عندي في الاستوديو. خليت اسو مخصوص يجيبها لي من القاهره ويبعتها لي شحن، والله العظيم. عايز اقول لكم يا جماعه ان اسو دور لي عليها كذا مره واتنفخ والله العظيم في القاهره لحد ما جابها لي، بس دي النتيجه الحمد لله. انا حاسس انها احسن بكتير من ان انا اعمل ارضيه مثلا باركيه او ان انا كنت اخلي الارضيه القديمه. تعالوا دلوقتي نشوف السيت اب مع بعض، بس قبل ما اوريكم السيت اب خلينا اوريك بس ايه اللوحه دي. زي ما قلت لكم يا جماعه الكهرباء بتاعت الاوضه انا عاملها كامله في اللوحه دي، وقاسم بقى الكهرباء اي حتت كده بحيث ان انا اقدر اتحكم مثلا في الكمبيوتر لوحده، في الليدات لوحدها، الكلام ده. فخلينا بقى نفتح الاستوديو كده مع بعض. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا غيرت الباب تماما حرفيا، حطيت له وش من قدام وش من ورا، وشلت كل حاجه فيه. الاوكرا زي ما انتم شايفين كده اوكرا سمارت تفتح بالبصمه. بصوا بسم الله جاهزين، 1 2 3. ده الاستوديو يا جماعه. تعالى كده اسو وريهم بقى ايه السقف. مبقاش فيه باب حرفيا. بيني وبينك هو الموضوع مجنون الصراحه، واختلاف تام عن السيت اب القديم. هوريكم دلوقتي شكل السيت اب القديم كان شكله عامل ازاي. خلينا نشوف دلوقتي كل جنب لوحده. بيني وبينك الموضوع ما كانش بسيط خالص الصراحه. انا كنت مقرر ان انا اخلي كل فيو في السيت اب اقدر استخدمه، اقدر اصور فيه. الفيو بتاع الباب ده كان مرعب بالنسبه لي، الجنب ده كان بايظ والجنب ده برده كان بايظ من حيث الباب. اصلا الباب كان قديم قوي وما كنتش حابب اغيره الصراحه. فخليني اقول لك انا عملت ايه واحده واحده. كنت حابب اخلي الباب ده ما يبانش خالص، فالفكره اللي جات لي ان انا اعمل الاول الباب ده جبسن بورد. كلمت بتاع جبسن بورد قال لي مفيش حاجه كده. فلما دورت الحل الوحيد المنطقي اللي انت ممكن تعمله واللي انا عملته هو بديل الخشب. هتجيب الواح بديل خشب وتعلقها على الحيطه كلها وتبدا تقص الاجزاء دي على قد الباب بالظبط. فيو تصوير ولا مش فيو تصوير؟ قولوا لي في الكومنتات. والله حابب تفتح الباب ممكن تفتحه وتطلع بره لو انت حابب تطلع هنا. انت حابب اتفضل اسف. يلا اطلع بره، اطلع بره امن. عايزين يطلعوا هم. لما نطلع منها هصورك. طب صح عندك حق. يلا نكمل بقى بقيه الاستوديو. بالمناسبه البوستر ده والبوسترات اللي هناك دي من العبد استوديو برده، فشكرا جدا ليه عشان الحاجات دي هدايا يعني ما دفعتش ثمن، او انا يعني اللي ما رضيتش اديله فلوس. يعني جابها لي قلت له انت عبيط عايز تدفعني فلوس ولا ايه؟ فقولوا له في الكومنتات انت عبيط عايز تدفع طارس فلوس ولا ايه؟ الجنب ده يا جماعه هو اكتر جنب زلنا انا واصحابي لانه مهم جدا وفي نفس الوقت ما كنتش عارف اعمل فيه ايه. يعني بص مثلا على الكمبيوتر هناك، الكمبيوتر ده المفروض ان انا هطلع ستريم، يعني انا مثلا هبقى قاعد كده والمفروض ان الكاميرا هتبقى كده، يعني هات كده اسو معلش. بص يا جماعه انا هيبقى شكلي عامل كده، فلازم الجنب اللي ورايا كله هيبقى باين، السقف هيبقى فيه حته باين منها، المفروض الباب هيبقى باين كله، فلازم الجنب ده كله يتحط فيه كده ايه حاجات مميزه بليدات مميزه، ولازم تكون حاجات تشد الناس. عشان كده انا اخترت ان انا احط الحاجات دي هنا. اول حاجه عملناها وده كان اختيار صعب بالنسبه لي الصراحه هو ان انا احط الفوم اللي في الحيطه دي. بص يا جماعه انا عملت الحيطه دي نقاشه فباظت بسبب الرطوبه، عملتها تاني نقاشه فباظت بسبب الرطوبه تاني، فكان لازم تتعالج وهتاخد وقت كتير جدا. وانتوا عارفين ان انا شخص سريع جدا وبحب اخلص حاجات بسرعه. فاسو قال لي بص هو الفوم، لو بوجي جه عمل حمام على الحيطه ومفيش حد هياخد باله. الفوم ده يا جماعه بيجي منه اشكال والوان كتير جدا، انت ممكن تختار اي شكل انت عايزه، بس انا كنت حابه اللون الابيض عشان خاطر يفصل بين الاثنين دول. طبعا اللون الرصاصي ده ايه رايكم فيه؟ حبيت اخلي فيه رصاصي هنا ورصاصي هنا عشان يكسر الاوضه كلها، الاوضه كلها كانت ابيض حاجه غريبه. مست الفوم ان هو مش بيتاثر في الرطوبه وفي نفس الوقت بيلزق على اي حاجه وفي نفس الوقت كمان مش بيتوسخ، فيعني مفيش دلع اكتر من كده يعني، مش بيبين اخطاء الحيطه. فدي اكتر حيطه واكتر زاويه كان عندي فيها اخطاء عشان كده حبيت اداريها بالفوم. رقم 2 هي الارفف دي. الارفف دي يا جماعه انا اتبهدلت فيها، سالت على اسعارها لقيتها غاليه جدا فحبيت ان انا اتفزلك من نفسي وعلقته على علقات عاديه جدا، بس داريتها بقى في الفوم عشان تعرفوا ميزه الفوم. نزلها كده قصه من تحت كده اوريهم عشان تعرفوا ميزه الفوم يا جماعه. بصوا احط العلاقه هنا كده
وحط عليها الفوم فما بقاش باين. جمدان، انا شخص ذكي. هو الذكاء يا جماعه يعني لا يورث ولا يستبدل من العدم. مش عارف انا بقوله ده بس يعني ركزوا معايا. يلا بينا. حطيت بقى الدروع المهمه، درع اليوتيوب الفيك لحد ما درع اليوتيوب يجي لي في شهر 1 اللي جاي ان شاء الله، عشان انا كنت محروم لمده سنه كامله من يوتيوب يعني، منهم لله والله العظيم. المهم بعد كده الدرع بتاع اطلانتس اللي انا كنت اخدته، والدرع بتاع دوفات المركز الاول في دبي من 82 دوله، بسم الله ما شاء الله يا جماعه، مشروع التخرج بتاعنا وزمايلي. درع التيك توك ال 250 دلوقتي وصلنا 500,000. درع ادوبي الفيك برضو، بس انا بعتبره درع حقيقي لان والله العظيم يا جماعه انا بتعب جدا في المونتاج. ما هو بيني وبينك انا كنت مزنوق في فيديو، كنت مزنوق في فيديو. تعالوا اوريكم بقى اكتر فيو انا بحبه، اكتر جزء انا بعشقه في الاستوديو كله. تعالوا. بيني وبينك انا كنت مزنوق، يعني الواحد بيتزنق في فيديوهات كتير جدا زي ما انا كنت مزنوق في الفيديو ده. انا عايز اقول لكم يا جماعه عشان اعمل الاستوديو ده انا بهدلت الناس كلها، بهدلت وبهدلت عبد الفتاح وبهدلت جينكس وبهدلت مجدي، بهدلت الناس كلها حرفيا معايا. دلوقتي اس هو اللي بيصورني، يعني انا ما رضيتش اصور الاستوديو غير لما اس يجي لي. حبيبي يا طارق انت اخويا حبيبي انا باين منور، انا مزنوق في فيديو منوره بجد والله، دي دافع فيها كتير دي. بص بقى، اوعى تعمل استوديو من غير ما يبقى عندك كنبه او عندك كرسي تاني مثلا او عندك حاجه تحطها، عشان خاطر لما حد يجي لك يقعد عليه. في ناس هتقول لي مفيش حد بيخش الاوضه عندي او الاستوديو، في ناس هتيجي يوما ما. زائد كمان ان انت لازم يكون عندك اكتر من فيو، يعني الفيو ده بالنسبه لي سيمبل. لو انا عايز مثلا اطفي مزنوق في فيديو دي او عايز حاجه بطفي، هو ببقى قاعد كده. عايز اصور مثلا فيديو بالماك، اجيب ترابيزه صغيره احطها واصور فيديو بالماك مثلا، لو انا قاعد كاني قاعد مثلا في كافيه، كاني قاعد في مكان حاجه بعيدا عن الاستوديو كله، حاجه بعيدا عن الحاجات التقنيه. زي ما انتم شايفين حاولت احط حاجات ايه سيمبل. لو انا عايز اشيل مزنوق في فيديو بشيلها مفيش مشكله. وحبيت احط الكنبه هنا بالذات عشان خاطر ابقى قاعد والشاشه اللي قدامي الكيرفد اللي انا هتكلم عنها في الفيديو اللي جاي ان شاء الله تبقى موجوده كده قدامي. لو انا عايز اتفرج على فيلم بقى، عايز اتفرج على انمي او حاجه، فيعني ايه تكون بعيده كده ايه والفيو يكون جامد. عشان كده يا جماعه ده بجد اكتر فيو انا بعشقه. عايز الناس تقول لي رايها في الكومنتات في الفيو ده، وعايز الناس تقول لي رايها في الكومنتات على مزنوق في فيديو دي، لان اللي ساعدني فيها هو مازن معتز، هو اللي عامل لي الديزاين ده. انا كنت عامل ديزاين قبيح جدا، فقال لي لا فكك من الهبل اللي انت عامله ده، تعالى اكتبها لك. وكتب لي مزنوق واكس وعلامه الفيديو وقال لي اعملها. صراحه يا جماعه حاسسها سيمبل وحلو قوي. قولوا رايكم في الكومنتات، ولو حد عايز يستفسر عن اي حاجه يسالني عادي، انا مفيش مشكله هرد عليه كله. انت عارف ايه احلى حاجه بقى اسمه ان انت تيجي يمين شويه تلاقي الاستوديو شكله اتغير او الفيو شكله اتغير، دروع بقى والكلام ده والحته الرصاصي دي والنور اللي جاي. تيجي شمال شويه تلاقي مزنوق في فيديو وتلاقي زرع وتلاقي حاجات غريبه. لو انا اتحركت كام خطوه كده قعدت على الارض عملت سيت اب جديد اهو ده فيو ده ولا مش فيو. هعمل لكم فيديو هنا المره الجايه ان شاء الله، هتشوفوني في فيديو المره الجايه وبفكروني يقولوا لي ايه ده طاهر مش انت قلت انك هتعمل فيديو هنا؟ هعمل فيديو. خليني اوريك بقى اكتر جزء انا بحتاجه في السيت اب كله وفعلا انت لازم تعمله عندك، التشارجنج ستيشن. خليني اوريك بقى جزء التشارجنج ستيشن. الجزء ده يا جماعه هو اكتر جزء انا بعتمد عليه حرفيا في الاستوديو كله. زي ما انتم شايفين كده بشحن الكاميرا بتاعتي، حاطط عليه كل المعدات بتاعتي، مثلا الحاجات اللي انا بفك بيها الكمبيوتر، حاطط مفكاتي، حاطط الفوطه اللي بمسح بيها، حاطط السماعه بتاعتي اللي انا بستخدمها، حاطط الكنترولر بتاعي، اللزق، اي حاجه هتلاقوها هنا. الشاحن بتاع يو جرين بقى محطوط هنا خلاص اشحن بيه كل منتجاتي. فبجد يا جماعه المكان ده مميز قوي. اول حاجه انت لازم تكلم نجار، بس يكون نجار موهوب، عشان كده انا كلمت واحد في دمياط مخصوص هو اللي يعمل لي التشارجنج ستيشن دي. خليت النجار يعملها لي بابعاد 50 في 75، كل واحده منهم هم 2 يا جماعه خلي بالكم، حطيتهم جنب بعض، مشيت وراهم ليد وطلعت بقى خلي بالك كهرباء من هنا، في كهرباء طالعه من الحيطه. الكهرباء هي اللي بتغذي الليد، مطلع لها 12 فولت بتاعها، وكمان وصلت ال 220 فولت اللي انا موصل بيها المشترك بتاعي عشان خاطر ما يكونش فيه سلوك ولا حاجه من دي، منك لله. وده يا شباب شكل الفيو الاخير تقريبا. عايز اقول لكم يا جماعه ان الفيو ده من اهم واحلى الفيوهات اللي انا بحبها الصراحه. الفيوهات اللي انا بتكلم فيها بقى بجد ببقى قاعد كده حاجه سودا ورايا سيمبل، مفيش اي حاجه فيها تركيز غير وشي، الحاجه اللي انا بتكلم فيها مفيش دلع اكتر من كده بجد. حاسه يا جماعه ان الخلفيه دي حلوه قوي ومميزه. عايز الناس تقول لي رايها في الكومنتات. حاجه كمان اخيره بقى، انا اقدر طبعا اخلي اللون اللي ورايا ده اسود، اخليه اخضر، اخليه ابيض، اخليه ازرق، اخليه اي حاجه. بجيب قماشه واحطها ويتغير اللون تحت. عشان نعمل السيت اب الموضوع ما كانش بسيط، تعبت جدا الصراحه وتعبت اصحابي كلهم معايا. اخدت من كل واحد اللون اللي هو مميز فيه، واسو الصراحه فادني جدا في حته الخلفيه دي، بجد فرقت معايا جامد لان دي خلفيه الستريم بتاعتي، تعبنا فيها جدا. وعملنا كمان البوسترز دي اللي جبناها من العبد استوديو. السقف هو السقف من اهم الحاجات اللي بجد كان لازم يعملها في السيت اب، عشان كده قلت له كان عايز يعمل حاجه مجنونه فوق، كان عايز يعمل حاجه يكون شكلها يليق فعلا بالاستديو الجديد بتاعه. فقلت له بص انت انسب حل ليك بما انك انت عندك سحابه قديمه شكلها ما كانش عاجبني، معلش يعني انا اسف، انا كنت بحبها الصراحه. يا عم انت بتحبها بس احنا بنحب التطور، بنحب الجديد دايما. فانسب حاجه قلتها يعمله هو السقف الجديد ده او الحاجه المجنونه الجديده اللي فوق دي، فان شاء الله تعجبكم.
عجبك يا اسطى؟ لا عجباني جدا الصراحه، جامدة صح؟ مبهره بجد يعني، فعاش. يا عم هو الاستديو كله اصلا يعني بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليه. ربنا ان يخليك. شاء الله ربنا يجعله فتحة خير عليك يا رب. ويكون بص ادم السعد زي ما بيقولوا. انتوا السبب في ان احنا نوصل لحد هنا، انتوا السبب في ان انا اتزنق في فيديوهات، فانتوا السبب في كل طول حاجه. عمرك مزنوق. ما طول هم عمرك بسببهم يعني، بس اكتر كائن مزنوق في الحياه. الحمد لله. واخر فيو بقى يا جماعه هو الفيو بتاع السيت اب بتاعي، الكمبيوتر، الشاشه، الرامات، الار جي بي بقى، الكارت الشاشه الجديد، الرينج لايت، وحبه البوسترز اللي موجوده هنا، الليد اللي انا ممشيه في الحيطه. شايفين الليد؟ بص استنى استنى استنى، الليد ده بصوا اتحكم فيه بقى زي ما انا عايز كده براحتي بقى، تاتش، افضل اتحكم زي ما انت عايز يا معلم. الليد اللي انا ممشيه هنا انا وقسه، حبه الحبشتكنات اللي انا عاملها دي، قولوا رايكم يا جماعه، دي افتكاسه مني هبده حلوه بس عجبتني. قولوا رايكم برده في الكومنتات في الجنب، بصوا فكوكم من كل حاجه، قولوا رايكم في الحته دي، عشان لسه بيقول لي شكلها وحش البتاع الحمراء دي، والله العظيم شكلها حلو. بس هنشوف الناس هتقول في الكومنتات دلوقتي. ده شكل الفيو ده يا جماعه. ارجع ورا كده شويه قسوا، ايوه انا عايز الناس تشوف الحته دي كلها. قولوا رايكم يا جماعه، لان فيديو السيت اب ان شاء الله انا هعمل فيديو تاني عن البي سي بس، مش حابب اتكلم عن اي حاجه غير البي سي، لان تركيبه فعلا كان صعب جدا من اول ما اشتريت البي سي وجبت كارت الشاشه وكل حاجه الا حد ما وصلت للسيت اب بتاعي بالشكل. عايز الناس تقول لي رايها في الكومنتات. انا تعبت جدا الصراحه يا جماعه في السيت اب ده، قعدت شهر وشويه بعمله، كان في حاجات كتير قوي ما حبيتش اكروت، حاجات كانت بايظه بعد ما عملت السيت اب، قررت ان انا اعيدها تاني، ما حبيتش ان يبقى فيه غلطه. براحتك انطلق، قول لي في الكومنتات رايك وانا هعدل على طول لو في اي حاجه محتاجه اتعدل. وكده انا خلصنا الفيديو، ما تنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه وتشوفني، والسلام. بقى الشغل لاي كلام ده. بعد اذنك حوالين الحلقان دي اللي هي الحاجات اللي عامله دي، بعد اذنك يعني تعملها لي عدل بعد اذنك يعني. ماشي كلامك عليا، مش عايز اركب حلقان انا. انا قصدي الفوش. مش عايز اركب. لازم تديهم العين الحمراء عشان يسمعوا الكلام. وبعد كده اعمل البتاع ده. انت راجل محترم. ايه في بقى تصوير كده؟ ما تطلعش بقى غير لما تخبط. انا مش عارف انا عملت ايه اصلا. حته سينماتيك كده من الجنب، بص مجدي بصت الكسره اللي من هنا دي. مجدي وهو مكسور. مجدي هو الرجل الاخضر، مجدي وهو من فيلم وهو مكسور. عارف ايه السواقه احسن حاجه بقى؟ ان انت تيجي يمين شويه، ان انت تيجي يمين شويه. عارف ايه السواقه احلى حاجه بقى؟ ان انت تيجي شمال شويه. خلاص يمين يا عم. يمين يا عم، يمين ما تقلقش. مش عارف ليه عملت كده والله. انا عايز اقولها، الكهرباء قطعت ونسيت انا كنت هقول ايه. يلا سلام.